السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده في ميزة معينة بتدور عليها مش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها، تخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ايجيبت اير، تطبيق مصر للطيران. التطبيق ده مساحته 27 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحجز تذاكر الطيران لاي دوله انت مسافر اليها عن طريق شركه مصر للطيران. بتقدر من خلال التطبيق ده تحجز تذكرة الطيران بتاعتك، بتقدر تعرف السعر بتاع التذكرة، بتقدر تحجز ذهاب وعودة او ذهاب بس، بتقدر ان انت تعرف الوزن الزيادة اللي انت او الوزن المسموح ليك عن طريق الرحلة قد ايه، ولو في وزن زيادة بيتحسب بسعر قد ايه. يعني انت مثلا المفروض مخصص ليك وزن 20 كيلو 30 كيلو على حسب الوزن، وفي لو في وزن زيادة بيقولك كل كيلو مثلا هيبقى بقد كده، سعره قد كده. كمان بتقدر من خلال التطبيق ان انت تحجز فيرست كلاس، تحجز ايكونومي، تحجز بيزنس كلاس على حسب المقعد اللي بيريحك. طبعا كل حاجة وليها سعر. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق ناس كتير بتشتكي من ان سعره غالي جدا مقارنة باي اسعار شركة طيران تانية، وبالذات الفترة الاخيرة بقى اسعاره مبالغ فيها. الخدمة ما بقتش افضل حاجة. خدمة العملاء لما تتواصل معاهم لما يبقى عندك اي مشكلة مش بيدوك آه، معلومات كافية، او مش بيحلوا لك المشكلة اللي هي بتواجهك. بالذات لو انت متعامل مع الابليكيشن آه وجيت مثلا تواصلت مع شركة مصر للطيران نفسها يقول لك لا احنا ملناش علاقة. الابليكيشن يبقى تبعت ايميل للابليكيشن وكده. ففي بعض المشاكل، حتى التقييم العام بتاع التطبيق 3 نجوم وشوية، ودي حاجة مش افضل شيء. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فدايما تنوه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه وبالذات اللي بقى لها فتره طويله تقول لك انت ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.